أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإياه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به لطف خداوند متعال مباحث تفسیر سوره عصر طی جلسات متعدد در این ایام ارائه شد و ما نقشه طریق نجات و عوامل نجات از خسران رو تا اینجا از این سوره آموختیم: ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر. تا هفته گذشته موضوع تواصی رو بررسی کردیم طی 32 جلسه و تلاش شد تواصی رو بهتر بشناسیم. كان كلامنا في تفسير سورة العصر، وقد فهمنا من هذه السورة نقاط مهمة في ما ينجينا عن الخسران، وعلمنا بأن هذه السورة تعلمنا في المستوى الفردي الإيمان والعمل الصالح، وفي المستوى الاجتماعي التواصي، هن موجبات النجاة من الخسران. وقد بينا في موضوع التواصي في 32 خطبة ما على قدر فهمنا وعلى قدر طاقتي قليلة ما كان في بيان التواصي. ومن اليوم نبدأ في بيان الحق. از امروز وارد موضوع حق و حقیقت میشیم. و تواصوا بالحق. سلام علیکم. موضوع حق موضوع محوری سوره عصر است، چون در این 4 عاملی که عامل نجات ذکر شد، ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر، محور هر 4 موضوع حقیقت است. ایمان قبلا بیان کردیم، ایمان یعنی الاستسلام للحقیقه، تسلیم حقیقت بودن. عمل صالح گفتیم یعنی رفتار بر اساس حقیقت، التصرف وفقا للحقیقه. تواصی به حق هم که خود حقیقت درش مطرح شده، الدعوه الی الحقیقه. تواصی به صبر یعنی استقامت و صبوری و شکیبایی در عمل به حق. پس کل عوامل نجات محوریتش محوریت حق و حقیقت است. كما بينا سابقا في بيان الإيمان والعمل الصالح، علمنا بأن الإيمان ليس معناه إلا الاستسلام للحقيقة، والعمل الصالح ليس معناه إلا أن يكون تصرفاتنا وفق
وفقا للاستسلام أمام الحقيقة. وفي التواصي بالحق قد صرح موضوع الحق، والتواصي بالصبر أيضا يقابل العمل الصالح. يعني التواصي بالحق الدعوة إلى الإيمان، والتواصي بالصبر الدعوة إلى العمل والمثابرة والاستقامة في طريق العمل على وفق الحقيقة. فدور الحق والحقيقة دور أساسي وأصلي في هذه السورة وفي القرآن الكريم. خب وقتی که ما موضوع حق و حقیقت، اهمیت فوق‌العاده حقیقت برای ما روشن شد، اولین سوال و اولین نکته تعریف حق و حقیقت است. ما هی الحقیقه؟ حقیقت چیست؟ کل یدعی انه علی الحق، کل حزب، کل قوم، کل جند يدعي الحق والحقيقة. حتى نرى في حرب، في كل الحروب، أكثر الحروب هكذا، من هذه الناحية يقولون نحن على الحق، نحن نموت في هذا الطريق لأن طريقنا حق، والقوم المقابل يقول نحن على الحق ونموت في هذا الطريق. كل يدعي الحق. همه ادعای حق بودن دارند، همه میگن ما بر حقیم، همه میگن ما حتی حاضریم در این راهی که هستیم شهید بشیم، کشته بشیم، فداکاری کنیم. پس حقیقت چیست که همه مدعی حقیقتند؟ این خیلی موضوع مهمی است و اگر ما حقیقت رو نشناسیم، انحرافات و زلال و گمراهی خودمون رو هم به اسم حق معرفی میکنیم و حتی حاضریم در راه اون گمراهی فداکاری کنیم، شهید هم بشیم به اسم حق. بنابراین اولین نقطه تعریف حقیقت. در تعریف حقیقت یک معنای حرفی، معنای لغوی از حقیقت مطرحه که وقتی میگیم حقیقت یعنی چه، اول جواب این است که حقیقت ضد باطل است. کما اینکه میگیم نور یعنی چه، میگیم نور ضد ظلمت است. وجود یعنی چه، وجود ضد عدم است. اما این تعاریف هیچ فایده‌ای، هیچ سودی، هیچ علم جدیدی درش وجود نداره. چرا؟ چون موضوع حق از معقولات اولیه است، بدیهیات، لا یمکن تعریفها، لا یمکن. این که ما بگیم حق یعنی ضد باطل، ما فایدته؟ هل علمنا ما هو الحق؟ قد علمنا قبلا ما هو الباطل. ببینید در آیات قرآن هم مکرر حق نقطه مقابل باطل ذکر شده. لا تلبسوا الحق بالباطل، جاء الحق زهق الباطل، نقذف بالحق على الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تقابل حق و باطل تقابل یک امر بدیهی است، تقابل واضح است، فقط تأکید است. فائده علم و معرفت ماهیت حق و باطل درش وجود نداره. ما باید دنبال معنای واضح‌تر و بهتری بگردیم. عندما نقول بأن الحق هو ضد الباطل، هذا لا يفيدنا شيئا في معرفة الحق. نعم هذا أمر واضح، الحق ضد الباطل، ولكن ما هو الحق؟ ما هو الباطل؟ در معنی حرفی حق، معنای لغوی حق،
در مصادر لغوی میگن یعنی الثبوت والاحکام، امر قد تحقق قد احکم قد تیقن هو حق. این در افعال معمولا در قرآن به کار رفته، مثلا فریق هدا و فریق حق علیهم الضلاله ان الذين حقت عليهم كلمة ربك قال الذين حق عليهم القول اولئك الذين حق عليهم القول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ان الذين حقت عليهم كلمة ربك. اینا فقط معنای ثبوت، محکم، یقینی، قطعی شدنه. این هم درسته وقتی در حالت فعلی به کار میره حق، معنای یقینی و قطعی شدن رو به کار میره، ولی این هم به ما کمک نمیکنه معنا و ماهیت حق رو بشناسیم. نعم اذا استخدم مادة حق كفعل نرى بأنها لها معنى التحقق والقطعية والإحكام. هذا أمر حرفي لغوي، ولكن هذا أيضا لا يفيدنا أن نعرف معنى الحق والباطل. أو يقولون لا، الحق هو بمعنى الصحيح والعادل. ما هو الصحيح؟ ليس بخطأ هو الحق. گاهی گفته میشه که نه، حق یعنی اون چیزی که درسته، اون چیزی که عادلانه است. ببینید در قرآن باز مکرر به این معنا به کار رفته حق. الان جئت بالحق انا ارسلناک بالحق ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال الیس هذا بالحق هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، يعني بالعدل بالنظم بالطريقة صحيحة. والله يقضي بالحق، يعني يقضي بالعدل. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. موسى قال موسى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، یعنی من آدمی نیستم که بخوام خطا بگم، نادرست بگم، ظالمانه و خطا بیان بکنم. خب اما هنا أيضا يكرر السؤال: ما معنى الصحيح؟ ما معنى العدل؟ هل إذا قلنا بأن الحق يعني الصحيح فهمنا ما هو الحق؟ لأن هنا أيضا يوجد سؤال آخر: ما هو الصحيح؟ هذا أمر غامض جدا، غامض جدا. این یک امر بسیار پیچیده است که فیلسوفان بشر از قدیم به فکر فرو رفتن راجع به این که حق رو بتونن تعریف کنن. هذا امر غامض قد فكر فيه فلاسفة البشر من قدیم الزمان حتى يعرفوا ما هو الحق. خب این میریم سراغ معنای اصطلاحی در فلسفه، لأن الفلسفة هي علم معرفة الحق، معرفة الحقائق. فأول سؤال في الفلسفة تعريف الحق. ما هو الحق؟ در فلسفه از قدیم الزمان تعریف های مختلفی از حق مطرح می شده. سنتی ترین، کلاسیک ترین تعریف حق که ارسطو و امثال ارسطو تعریف می کردن، می گفتن الحق المطابق مع الواقع، یعنی فکر اون چی که در ذهن من هست اذا انطبق على الواقع فهو الحقيقة، اذا لم ينطبق على الواقع فهو باطل وليست الحقيقة. خب رایج ترین، سنتی ترین تعریفی که از حقیقت مطرح می شده اینه که اون چیزی که با واقعیت منطبقه. خب حالا اینجا باز بشر وقتی فکر کرد در دوره‌های بعد
دوباره این سوال مطرح شد، من از کجا بدانم که این چیزی که من میگم با واقع منطبقه؟ خود اینجا با سوال و ابهام وجود داره. فی تطور العلم و ارتقاء العلم وصل الإنسان والبشر إلى هذا السؤال: من أين نفهم بأن ما نفهم ونقول هو منطبق على الواقع؟ نعم، أنا أظن أنه منطبق، ولكن ما الدليل على هذا بأن هذا حق أو لا ليس بحق؟ خب این باعث شد که تعریف جدیدی از حقیقت در فلسفه ارائه بشه. آمدن گفتن که نه، ما که واقع رو نمیدونیم چیه، اصلا نمیدونیم واقعی وجود داره یا وجود نداره. ما میگیم هر گزاره‌ای، هر معتقدی اگر منسجم با مجموعه معتقدات و باورهای دیگه بود، اون میشه حق. یعنی من یک منظومه فکری وقتی داشته باشم، یک جمله، یک گزاره اگر با اونها منطبق بود میشه حق. مثلا 2 با 2 مساوی است با 4، آیا این حق یا باطله؟ میگیم طبق تعریف اول میگیم باید یه چیزی در واقع به اسم 2 و 4 وجود داشته باشه، بریم اون بسنجیم. ولی طبق تعریف دوم میگیم که من به این کاری ندارم مثلا در واقع 2 وجود داره یا 2 وجود نداره، ولی یک مجموعه اعداد وجود داره که این مجموعه اعداد من یک معتقداتی راجبش دارم، 2 و 2 به اضافه هم میشه 4 و این منطبقه، پس این حق. مثلا اذا نقول 2 مع 2 يصير 4، هل هذا حق أو باطل؟ في التعريف الأول يقولون يجب أن يكون في الواقع 2 شيء و2 شيء، ونقول هل 2 مع 2 يصير 4، هل ينطبق مع هذا؟ وفي التعريف الثاني يقولون نحن لا نعلم فأنه في الواقع يوجد 2 أو لا، نحن نعتقد بمجموعة الأعداد ونظمها ونرى بأن 2 مع 2 ينسجم مع ما نعلم حول الأعداد، فهذا حق. هذا التعريف الثاني. اما بعد باز علم پیشرفت کرد، باز نظریات جدیدتر علمی و فلسفی آمد، گفتن اصلا ما به اون مجموعه هم نمیدونیم که اونها درسته یا درست نیست، اونها خیال، وهم، قرارداده. ما میگیم اون چیزی که کار ما رو راه میندازه. من نمیدونم که مثلا حقیقتی به اسم آب وجود داره یا نداره، حقیقتی واقعا به اسم هوا و مولکولها و اجزاء هوا وجود داره یا نداره، ولی میدونم که اگر با این فرمول شیئی رو بسازم رو هوا پرواز میکنه، پس وقتی من اینجور ساختم این درسته، این حقیقته. یعنی اونی که پراگماتیزم، یعنی در عمل مفیده، هر چی عملا مفیده اون حق. یعنی در علم، علوم طبیعی اینجور کار میکنه دیگه، میگه هر چیزی که کار شما رو انداخت جواب داد. من نمیدونم اصلا در واقعیت هست یا نیست، حقیقتی وجود داره یا نداره، ولی عملا مفیده، پس حق. في العلوم الطبيعية عندما ارتقى العلم يقولون نحن لا نعلم هل ما نقول حول العلم والتجربة وأجزاء المولكول والأتوم وغير ذلك هل هذا حق أو لا، ولكن نعلم إذا نعمل على وفقه يفيدنا. الطائرة تطير، الماء إذا قلنا بأنه من أكسجين أو هيدروجين نستفيد منه، هذا يعمل يفيد فهو حق. هذا تعريف آخر للحقيقة. ولی در دوره پست مدرنیزم، بعد از مدرنیزم و علوم طبیعی، امروز در عصر حاضر دوره پست مدرنیزم است، دوره ما بعد الحداثه. الان میگن اصلا حقیقتی وجود نداره، اصلا چیزی به اسم حقیقت وجود نداره. اگه مثلا شما میگید راستگویی حق یا باطله، خوبه یا بده، میگه اگر تو قوم شما میگن درسته، این درسته، یه قوم دیگه میگن درست نیست، اونم همون حرف اونا درسته.
یک زمانی در واقع اینجوری تعریف میکنن، میگن یک زمانی امور ماورایی و خدا حاکم وجود بود، یک زمانی علم مالک مطلق شد و امروز در دوره پست مدرنیسم هیچ مالک و سلطه‌گر نهایی وجود نداره، حقیقتی وجود نداره، هر کی هرچی میگه همون درسته. اگر در فرهنگ، تاریخ، قدرت، مناسبات اجتماعی یه چیزی رو میگن درسته، همون فعلا داره کار میکنه و درست، یعنی عدم وجود حقیقت. یقولون فی یوم ما کان البشر فکره بأن القدرة والسلطة للأمور الماورائية ولله، بعد ذلك وصل البشر بأن السلطة للعلم، واليوم وصل إلى أن لا سلطة لأحد، لا حقيقة مطلقا، كل قوم إذا قالوا شيئا فهو حق، القوم الآخر يقول شيء آخر ذلك أيضا حق، فأيضا لا يوجد حق مطلق. هذا ما يقوله اليوم الفلاسفة كفوكو وغيره من فلاسفة العلم. اما قرآن چی به ما میگه؟ ما هو المنظور القرآني في تعريف الحقيقة؟ عندما ندقق في آيات القرآن وما يريد القرآن أن يفهمنا ويعلمنا، نرى بأن تعريف القرآن للحقيقة ومن مستوى أعلى وأدق جدا مما قاله الفلاسفة من قديم الزمان حتى اليوم. القرآن على ما أفهمه من آياته يقول لنا بأصالة الحقيقة في الوجود. اون چیزی که من از آیات قرآن میفهمم اینه که قرآن تعریفی که از حق و حقیقت ارائه میده یک تعریف شاملتر، جامعتر، دقیقتر و از یک مستوا و یک جایگاهی بالاتر از حقیقت. قرآن میگه اصلا وجود پر شده از حق، اصلا وجود چیزی جز حقیقت نیست. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، كل شيء بالحق، قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. اصلا از نگاه قرآن باطل مجال و وجود نداره. كل شيء على وفق الحق في الكون. القرآن يقول لا نقول بأن الحق اعتبار اجتماعي أو ما يقوله قوم أو قوم آخر أو ما يقوله ما نفهمه هل ينطبق مع الواقع أو لا. لا، الحق أساس الكون في القرآن. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقتی بیشتر دقت میکنیم در آیات قرآن میبینیم که اساساً حقیقت مطلق اساس و بنای کون است، اساس و بنای وجود است. همون چیزی است که قرآن به ما میفرماید که وقتی استار حقیقت، پرده های حقیقت کنار میره در قیامت، میفهمیم که همه چیز رو حقیقت پر کرده بوده در این عالم. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. الله هو الحق المبین. اساس الكون، اساس الوجود هو الله وهو الحق. ولكن نحن مهما نكون في هذه الدنيا وأستار الدنيا على أعيننا لا نرى الحقيقة، لا نفهم الحقيقة، ولكن يومئذ
يوفيهم الله دينهم الحق. الدين الحقيقي هو الحق، وفي القيامة يكشف عن هذا الحق، وكل يرى بأن الله هو الحق المبين. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكریم. حق همون خداست. خدا همون حقیقت مطلقی است که همه وجود رو پر کرده. فَسَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیات، نشانه ها در هستی برای چیست؟ ما اصلا برای چی اومدیم تو این دنیا؟ آمدیم تا تلاش کنیم نشانه ها و آیات الهی رو بفهمیم، دقت کنیم تا کم 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 متوجه شیم، فهم کنیم که انه الحق. و این فهم خیلی ارزشمندی است. من هنا نعلم بأننا خلقنا وجئنا إلى هذه الدنيا حتى نرى آيات الله في أنفسنا وفي الطبيعة وفي الآفاق، حتى نعلم بالتدريج بأن أساس العالم هو الحق والحقيقة، وأن الله تعالى هو الحق، ليس باطل في الوجود، ليس شيء إلا الله يؤثر في الكون، وأساس كل شيء هو الحقيقة. وبين هذا وبين ما يقوله الفلاسفة تمايز عظيم، لأن الفلاسفة كانوا يقولون بأننا نعتبر بأن شيء حق، نقول بأن هذا الشيء إذا انطبق على الواقع، ولكن لا ندري هل هو حق أو لا. لا يوجد معتمد وأساس في الكون نعتمد عليه في تفكير الفلاسفة، ولكن في فكر القرآني، في منظور القرآني، نرى بأن كل شيء على أساس حق، والحق ملأ كل شيء، ملأ كل الوجود، ولا شيء إلا بالحق في الحياة وفي الكون. فمن قال بهذا ونظر بهذا المنظور القرآني هو يهتدي إلى الحق. وفي الجنة يكشف عنا هذا، يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا لأي شيء؟ الحمد لله الذي هدانا لأي شيء. در قیامت در بهشت که حقایق آشکار میشه، بهشتیان میگن خدای رو شکر که ما هدایت شدیم به این موضوع. به چی هدایت شدیم؟ هذا هو المهم. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. لا طريق ولا إمكان لمعرفة الحق إلا مما جاء من عند الحق والحقيقة المطلقة. ويوم القيامة وفي الجنة نفهم هذه الحقيقة، وعند ذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. وعند ذلك نفهم بأن كل ما قاله الفلاسفة والعلماء في المكاتب والمدارس المختلفة كانت ظنون خاطئة لا أساس لها، ولكن ما جاءت به رسول ربنا هذا هو الحق والحقيقة المطلقة. ونودوا أن تلكم الجنة. إذا وصلنا إلى الحقيقة وصلنا إلى الجنة. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها وما أنا عليكم بحفيظ.
داستان و قصه حیات قصه معرفت حق و حقیقت است و معرفت حق و حقیقت ممکن نیست مگر از طریق اون پیام و رساله حق مطلق. از خدا می‌خواهیم توفیق معرفت حق و شناخت درست حق و سیر و مسیر در طریق حق رو به همه ما عنایت بفرماید. اوصیکم و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و نهیه و استغفر الله لی و لکم و لجمیع المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين، وصل على خاتم المرسلين حبيبك سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على أمها خديجة، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين زين العابدين، وصل على محمد بن علي الباقر، وصل على جعفر بن محمد الصادق، وصل على موسى بن جعفر الكاظم، وصل على علي بن موسى الرضا المرتضى، وصل على محمد بن علي الجواد، وصل على علي بن محمد الهادي، وصل على الحسن بن علي الزكي العسكري، وصل على حجتك المنتظر القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليهم وارحمنا بهم وعجل فرجهم وفرجنا بهم، ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. در ایامی هستیم که کشورهای اسلامی، کشور ما ایران، لبنان و مجاهدان فی سبیل الله در زیر هجوم و بمباران و تعدی و تجاوز ظالمانند. از خدا نصرت برای مجاهدان و امنیت و صلح و آرامش برای مسلمانان جهان، به ویژه ملت ایران، ملت لبنان و همه حقجویان عالم طلب می‌کنیم. در حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 262 نهج البلاغه می‌رسیم که کاملاً با موضوع خطبه اول که موضوع حق و حقیقت بود منطبقه. وصلنا إلى الحكمة 262 من نهج البلاغة التي موضوعها ينسجم تماما مع ما قلنا في الخطبة الأولى، وهو موضوع الحق والحقيقة. وقيل إن الحارث بن حوت أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلاله. میگه این آقای حارث آمد خدمت امیرالمؤمنین،
خب در اصحاب جمل عباد، زهاد، اهل صلات، اهل قرآن، قاریان قرآن، اهم علی اهل الضلاله کانوا علی الضلاله. یعنی حارس در حیرت است در تشخیص حق و باطل. خب امیر المؤمنین علی اون طرف، قاریان قرآن، علما، اصحاب رسول الله، زهاد، حق کدوم باطل کدوم؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فحرت. تو به جای اینکه به بالا نگاه کنی به پایین نگاه میکنی، متحیر میشی. انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاه. طریقه نجات اول معرفت حق، بعد تطبیق اشخاص با حق. نه اینکه من اول اشخاص رو ملاک حق بگیرم بعد بگم هر کس با این اشخاص هست پس حق است. هذا امر مهم جدا في حياتنا في كل عصر في كل قضايا السياسية والاجتماعية والحروب والاختلافات. كثيرا من الناس اولا يختارون احد كمعيار للحق ويقولون من كان معه فهو مع الحق، من كان ليس معه فهو على الباطل. ولكن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام يقول هذا خطأ كبير. اولا يجب ان نرى من فوق. ما معنى ان نرى من فوق؟ يعني الدرجات التي في المعرفة يجب أن يكون لي مبنى موثوق به أعتمد عليه، أقول من كان على هذه الطريقة فهو على الحق، أي شخص كان. ولكن إذا نظرنا إلى تحت بمعنى الأشخاص لا على المباني، هذا يوجب الحيرة، يوجب الغفلة، الضلال. ما اگر به جای اینکه به مبانی و معیارهای حق توجه کنیم و اشخاص رو به اون تطبیق بدیم، اشخاص رو معیار حق بگیریم، بگیم هر کس با این فرد بود، هر کس در جبهه ما بود، هر کس با این کشور با این جبهه بود بر حقه، این باعث حیرت و گمراهی ما میشه. در حدیث دیگر هست که اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. اول باید حق رو شناخت و ما انشاءالله تلاش میکنیم در خطبه های آینده‌ای که در خطبه اول موضوع حق رو شروع کردیم، تلاش میکنیم معیارها و موازین حق رو از قرآن به دست بیاریم و بر اساس او هر کس با او تطبیق داشت او رو حق بدونیم، هر کس ذره‌ای جدا شد باطل بدونیم و هیچ وقت هم 0 و 100 نگاه نکنیم. نگیم هر کس با این بود حق، جبهه مخالف حتما باطله. نه، ممکن هر دو طرف باطل باشن، ممکن هر دو طرف خطا بکنن. من نباید خودم رو به خاطر اینکه این فرد در جبهه مقابله بگم چون اون مقابله بس من طرفدارم یا مخالفم. و فی هذا الموضوع يجب علينا الا ننظر نظره بأن نقول 0 أو 100. لا، يمكن أن يكون في كلا الجبهتين في كلا الطرفين حقائق وأباطيل. يمكن أن يكون في قوم كلمات حقه وكلمات باطلة، وأيضا يمكن أن يقول من يخالف شيئا، من يخالف باطلا، يمكن أن يكون هو أيضا على باطل آخر. وهذا أمر ظريف ومهم. كثيرا منا ننسى هذا الموضوع ونقول إذا مثلا أحد حارب الشيطان، حارب ذلك القوم، فهو على الحق. لا،
يمكن أن يكون قوم يحاربون باطلا وهم أيضا على باطل آخر. من أين يمكن لنا أن نعرف هذا؟ يجب أن نعرف معايير وموازين الحق والباطل، وإن شاء الله نحاول في المحاضرات القادمة في الخطبة الأولى الذي بدأنا فيها أن نعرف الحق والباطل، نحاول على قدر وسعنا ونسأل الله التوفيق أن نعرف كيفية التعرف على الحق والباطل. از خدا می‌خواهیم توفیق معرفت دین خود، معرفت حق و باطل و عمل به حق و مخالفت با باطل رو به ما عنایت کنه. اونجا حارث میگه که فقال الحارث فإني اعتزل مع سعید بن مالک و عبدالله بن عمر. حیران دیگه، تحیره، میگه من نمیتونم تشخیص بدم حق اینوره یا باطل اینوره، من معتزل میشم، میرم یه گوشه‌ای بی‌طرف میشم. امیرالمومنین علیه السلام فرموده ان سعیدا و عبدالله بن عمر لم ینصرا الحق ولم یخذلا الباطل. هذا لا يكفي بأن نقول لأننا لا نعرف الحق ولا نميز بين الحق والباطل، الأمور غامضة فنحن نعتزل ونسكت. لا، يجب علينا أن نعرف الحق، يجب علينا أن نحاول حتى ننصر الحق ونخذل الباطل. نه، ما باید تلاش کنیم حق و باطل رو بشناسیم تا حق رو یاری کنیم، باطل رو مخالفت کنیم. نه اینکه بگیم ما بی‌طرفیم. بله، یه جایی هست که هر دو طرف باطلند، خب من اینجا بی‌طرف میشم. ولی یه جا اگر فهمیدم یک طرف حق است یک طرف باطله، اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره. از خدا توفیق درک این حقایق و تقوای الهی رو طلب میکنیم. اوصیکم و نفسی بتقوى الله و اتباع امره و نهیه و استغفر الله لی و لکم و لجمیع المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.